ايه هي العلاقات السامة او التوكسيك ريليشن شيبس، او زي ما بتقال عليها اليومين دول ريد فلاجز؟ هي تعلق هوسي وغير صحي بالطرف التاني بالرغم من التعنيف والمعاملة السيئة. اول حاجة بتيجي على بالنا ازاي اعرف الشخص التوكسيك ده؟ اول حاجة ما تعرفش تتنبأ بتصرفاته، النهاردة مبسوط بكرة زعلان او غضبان. عمرك ما تعرف ابدا تقولي هو النهاردة هيبقى جاي عامل ازاي، وده بيخلي تفكيرك مشوش وبيخلي فيه ازدواجية في التصرف. تاني علامة هي اللوم الدائم، الشخص اللي قدامك عمال يلومك دايما على كل حاجة حتى لو انت مالكش اي علاقة بيها اصلا. تالت علامة هي الشك الغير مبرر، دايما بيشك في كل تصرفاتك او القرارات اللي انت خدتها او خدتيها، فلازم طبعا تبرر له كل فعل انت عملته او انت عملتيه عشان تبين ان انا مستحقش ان يتشك فيا. رابع علامة هو انك بتلجأ انك تجمل تصرفات الشريك بتاعك، تقعد توضح للناس وتقول لهم اكيد هو مش قصده كده، ده هو قصده طيب، او تقول لهم انتوا ازاي فهمتوا كلامه كده. خامس علامة اخفاء جوانب علاقتك بالشريك دوت، ما تحبش ان حد يعرف التفاصيل، مش عشان بقى خايفين من الحسد زي ما الناس هيقولوا كده طبعا، ده عشان الناس لو عرفت الجوانب ديت هيقولوا انت ازاي عايش كده او انت ازاي عايشه كده، مستحملين ده ازاي. سادس حاجه وهي ان برغم كل العلامات اللي فاتت اللي قلناها بيبقى عندك مخدر عاطفي، انت متخدر عاطفيا كده رغم الاساءه، رغم اي معامله، رغم اللوم والشك، مع ذلك انا برضو بحبه ما اقدرش اعيش من غيره. طب ازاي؟ طب انت مش شايف ان دي حاجة فعلا غير مبررة ان احب الحب ده كله وهو الحب ده غير متبادل وفي نفس الوقت في معاملة سيئة جدا؟ طب خلاص انا عرفت اللي انا فيه، خلاص عايز اخلص من اللي انا فيه ده بقى، اتعافى ازاي؟ التعافي نفسه له طريق لازم نمشي فيه. اول حاجة في طريق التعافي هو الانكار. الطبيعة بتاع البني ادم لما يحصل معاه موقف زي دوت يبقى مش قادر يصدق، فلازم ينكر كل فعل حصل. انا ازاي حصل معايا دوت؟ لا 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 لا، عمره ما يعمل معايا كده، انا مش مصدق دوت، ازاي يسيبني كده بسهولة؟ تبقى في انكار لكل فعل وحش او كل طريقة معاملة وحشة حصلت معايا. طب ده طبيعي؟ طبيعي جدا، دي اول مرحلة طبعا في طريق التعافي. تاني مرحلة هي الانهيار، نقعد بقى نعيط كتير ونسح في دموع وندور على حد قريب جدا مننا نقعد نشكيله ونحكي له اللي حصل، واللي بنلاقيه في الوقت دوت هو التعاطف، الطبطبة. طب بالنسبة للناس اللي ماسكة نفسها ومش عايزة تنهار، ده غلط، لازم تنهار. الانهيار بيسبب ان انت تفرغ مشاعرك، بتقول كل اللي جواك. مشاعرك السيئة لما تفرغها وتطلع كل اللي جواك بتقدر ساعتها تفوق، وهتفوق اسرع كمان، تقدر تتكلم وتتحكم في طلباتك، تتحكم في باقي المشاعر المتبقية، وتقدر تدخل على المرحلة اللي بعدها، مرحلة الاختيار. هختار بقى اكمل في اللي انا فيه دلوقتي، افضل زعلان وافضل منهار، ولا اختار ان انا افوق منه؟ وده بينقلنا على طول على رابع مرحلة وهي الاستقرار. انت عايز تستقر بقى وتقول اكمل في ايه؟ اكمل في الانهيار اللي كنت عنده، ولا اكمل في طريق ان انساه وانسى كل الاحداث اللي حصلت؟ ومن هنا بقى تاخد القرار، دي اخر مرحلة، ومن هنا ننتقل على اخر مرحلة هي القرار. اخد قرار بالانسحاب والتخلي، انسحب من حياته خلاص مش عايز اعرفه تاني. التخلي، اتخلى عن كل حاجة ممكن تفكرني بيه، الاماكن اللي كنا بنقعد فيها ادام تفكرني بيه ما اروحهاش لحد ما اتعافى تماما واقدر اروح الاماكن ديت وما اقولش ده احنا كنا بنقعد هنا. الهدايا اللي كانت موجودة بينكم، الهدايا دي برضو اتخلى عنها لانها هتفكرني بيه. الرسائل اللي كانت بينا تتمسح، رقم التواصل ذات نفسه يتمسح، اي حاجة مهما كانت كبيرة او صغيرة ادام هتفكرني بالطرف التاني السام دوت اشيلها خالص. طيب ده بيحصل في يوم وليله؟ اكيد لا. طريقه التعافي ليها 5 مراحل زي ما قلتهم بالظبط، لازم نمشي عليهم مرحله مرحله، لازم كل مرحله تاخد وقتها عشان هي في الغالب عمليه تعود. شخص بتتكلم معاه بقالك سنه او 2 او 3 او 10 وساعات اكتر كمان، دلوقتي انت محطوط تحت ضغط ولازم تخلص منه، عايز تنسى رحله المده اللي فاتت دي كلها. المده اللي فاتت دي لما تقعد سنين انت متوقع انها تنتهي في يوم؟ اكيد لا، هي تعود في طريقه التعافي، تخلي الطريقه دي عاده يوميه بتمارسها وانك تعيش طبيعي من غير الشخص دوت ومن غير وجوده، هتلاقي نفسك تدريجيا اتعافيت خالص. وما تنساش ضيف ليومك انشطه جديده وحاجات جديده بتحبها. سلام.